اهلا بكم في بودكاست حكاية الثانوية. متعودين طبعا ان احنا نقول المقدمة بتاعتنا زي كل حلقة، لكن الحلقات دي مختلفة تماما. اخر حلقة من البودكاست من الموسم الاول، وفي موسم تاني ان شاء الله هيعجبكم جدا. بس حبيت ان انا اطلع او اخر حلقة بالذات، لان عشان اشرح قصتي برضو ليكم واديكم امال واقول لكم مهما حصل في امل وانك هتقدر توصل. طبعا انتوا كنتوا عارفين في الحلقات اللي فاتت كلها كنت بسأل الضيف شوية اسئلة، هسأل عن نفسي ونجاوبوا مع بعض ونشوفوا. بسم الله. كنت داخل الثانوية متحمس ولا مرعوب؟ انا بالنسبة لي كنت داخل الثانوية متحمس، كنت متحمس جدا. كنت حاطط في دماغي هدف اللي انا هوصله مهما كان الظروف، انا هوصل ما عنديش اي مشكلة. فدخلت اول شهر، وحاجة وحشة اللي انا وقعت فيها كنت بروح للمدرس المشهور مش اللي انا مرتاح معاه. حصل كتير، وكنت ماشي مع اصحابي، يعني دلوقتي رايحين لمدرس كذا علشان كذا، كنت اروح معاهم يلا بينا، مش شرط انا فاهم مش فاهم، لا هروح معاكم. كنتش بحب اروح دروس لوحدي، كنت بحس لما بروح لوحدي احس انا تايه، لازم يبقى معايا صديقي عشان نقعد نرغو زي ما بتحصل في الدروس كلها. فدي كانت يعني اسوأ حاجه حصلت في ثالثه ثانوي. بس عن نفسي لا، انا كنت داخل متحمس جدا وكنت شاطر، يعني كنت شاطر في اولى وثانيه، وكذلك كنت شاطر في ابتدائي، وكنت شاطر في الاعدادي جدا. جيت في الثانويه ما شاء الله كلهم كانوا بيقولوا ان انا شاطر واللي انا هجيب وانا بعمل. حتى في ثالثه ثانوي خدت شهادات كتير جدا من الكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضه، خدت كل حاجه. بس برضو زي ما بتحصل مع الطلاب كلهم تريكات فبيقع. فانا عايزك يعني ايه، ما تيأس مهما حصل، ما تيأس. خش في السؤال التاني بتاعنا. اول شهر في الثانويه كان ماشي ازاي؟ كان ماشي زي العسل بصراحه. كل المدرسين اللي انا رحتهم محترمين جدا، بيعملوا اللي عليهم وزياده، بيعملوا اللي عليهم وزياده، من اول مدرس لاخر مدرس في ثالثه ثانوي، ودول اللي انا ثبت عنهم. بس انا غيرت الفيزياء حوالي مرتين، وكذلك الاحياء غيرت برضك في ثالثه، وغيرت الكيمياء. فاهم حاجه في ثالثه ما تغيرش مدرس، مهما اصل العيب هيكون فيك انت، العيب مش في المدرس، ده انا اكتشفته بجد. وان افضل واهم واحسن واروع سنه هي ثالثه ثانوي. كل واحد يقول لك لا يا عم مش داخل ثالثه ثانوي، مش حاببها، مش عجباني. يا عم ايه اللي مش عجباني؟ هو يقول لك مش عجباني ثالثه ثانوي. لا انا خايف اخش ثانويه وما اجيبش مجموع. واحد تاني لسه ما قابلني بيقول لي انا مش داخل ثانويه اصلا. طب وليه؟ بيقول لي انا خايف يا عم اتعب في اولى وثانيه وما اجيبش مجموع. تقول يا انت ما تسيبها على ربنا. لكن لا، عندهم حاجه، او عند الناس كلها حاجه اسمها بعبع الثانوي. انت لو خدت الثانويه ثالثه ثانوي دي كاولى او كثانيه بنفس النظام بنفس المذاكره، والله لا تجيب مجموع. بنفس المذاكره بنفس المذاكره هجيب مجموع ازاي؟ شو كنت بتعمل ايه في اولى وثانيه؟ اولى وثانيه انا ما كنتش بعمل اي حاجه وكنت متفوق، كنت باخد شهادات. بس جيت في ثالثه ثانوي دي اهم سنه، وعايزين مجموع وعايزين، فانت بالتالي حسيت نفسك انت في ضغط، وكذلك الترمين مع بعض، فانت اول مره تجرب التجربه دي. بس والله اسهل تجربه. كنت بذاكر لوحدك ولا مع اصحابك؟ اغلبيتها كنت بعمل كل حاجه عكس الناس. كنت بذاكر لوحدي شويه ومع اصحابي شويه. كنا بنعمل له كده مكان، لما جاي هنتجمع ان شاء الله هنذاكر النهارده مواد شرعيه. بالنسبه لي انا ازهر مش عام، هنذاكر مواد الشرعيه، نيجي ونقعد نرغي ونجيبه في سيره ده وفي سيره ونحفل على بعض. اليوم عدى ساعتين ثلاثه وعدوا وضيعنا اليوم. فانا نصيحتي ليكم مذاكره مع الصحاب لا، سواء شاطر مش شاطر ما تذاكرش، خلي مذاكرتك لنفسك وما تسمعش كلام صحابك. ما تقوليش اصل صاحبي بيشدني انت مش عارف. اديك شفتوا القصص اللي معايا كلها، كان فيه كويس وكان فيه وحش. طب انا خليني يعني كويس، خليني مع نفسي، خليني في اوضتي اذاكر، اروح دروسي اجي. والمواعيد، بالنسبه للمواعيد عشان جات لي اسئله عليها كتير، رتب مواعيدك. خلي مثلا انا عندي مثلا فيزياء الساعه 9، خلي المواد التقيله الصبح، فيزياء كيمياء احياء رياضه، اول ماده تاخدها الصبح عشان انت تبقى لسه فايق وصاحي والدنيا معاك تمام. هتعمل ايه؟ هتاخد اول ماده مثلا لو هناكل رياضه، هتاخدها الساعه كام عندك؟ انا كنت باخد الرياضه بتاعتي الساعه 7، وبعد كده بدات اخد مجموعه 4:30. هو مدرس مشهور جدا في التمليك، استاذ محمد عبد العظيم، انا حبيت اذكر اسمه. انا عايز اوجه له من مكاني ده كل التقدير والاحترام، ان الشخصيه دي بجد استاذ محمد عبد العظيم من افضل الشخصيات اللي قابلتها في الرياضه. واستاذ محمد عبد الخالق انا كنت باخد مع الاثنين،
استاذ محمد عبد الخالق ما شاء الله برضك عليه. الاثنين دول تعبوا معايا جدا. ممكن استاذ محمد عبد العظيم ما يفتكرنيش قوي بسبب برضك ضغوطات الطلاب اللي عنده وكده، لكن استاذ محمد عبد الخالق فاكرني كويس جدا. افضل اثنين خدت معاهم رياضه بجد، انا مش بشكر فيهم اجامل اللي انا بعمل لهم دعايه، لا، انا من مكاني بوجه لهم رساله اللي انا بشكرهم جدا. كانوا بيتعبوا كتير والله، حتى في الاجازه كانوا بينزلوا لو كان الاستاذ محمد عبد العظيم او الاستاذ محمد عبد الخالق كان اكتر اتنين بيتعبوا في الرياضه. وكان الحصه بتاعت الاستاذ محمد عبد العظيم كانت بتدي ساعتين ونص، كانت ساعتين ونص، وكانت بتوصل ل3 عادي. انا كنت مجموع الساعه 7 الصبح، كنت اروح اطلع من هناك حوالي الساعه 9 ونص. بس في البدايه بصراحه استاذ محمد عبد العظيم في البدايه بيخليها ساعه ونص. بعد كده في مراجعات وكده كنت انا مجموعه 4 ونص، كنت اطلع العشاء، والله كنت اطلع العشاء. فانا عايز اوجه لهم الشكر طبعا وكل التقدير والاحترام ليهم، لانهم تعبوا جدا. استاذ محمد عبد العظيم او استاذ محمد عبد الخالق. فانا عايزك اهم حاجه ما تغيرش يا ابن مدرسين، اياك ان تغير مدرسين، ونصيحتي ليك انت حر، انا نصيحتك. امتى حسيت ان الثانويه بقت جد؟ حسيت ان الثانويه بقت جد في شهر 3. شهر 3 حصل فيه شويه ضغوطات، سواء كان عائليه او خارج الدروس، حصل من الاثنين بصراحه. فحسيت نفسي مضغوط وانا عايز اجيب مجموع، وصحابي كنت اغلبيه الوقت كنا بنخلص مثلا درس وبنطلع البلاي ستيشن زي اي شاب طبيعي، ممكن يروح البلاي ستيشن يقعدوا على القهوه شويه يشربوا حاجه، مش بنعمل حاجه غلط، بنشرب حاجه، بنقعدوا بنهدوا شويه. والفاصل اللي كانت بين الدروس كنا هنروح البلاي ستيشن نقعد على القهوه. انا صريح جدا لان انا بحب اقول الغلطات اللي انا عملتها عشان انتوا ما تعملوهاش. دي مش شطاره ولا رجوله اللي انت تروح تشرب سجاير ولا تروح تشرب مثلا اللي هم بيشربوا في القهوه، لا مش رجوله على فكره. ما تقوليش لا انا بقيت في ثالثه ثانوي، لا يا حبيبي اهتم بنفسك، وبعد كده عايز تعمله اعمله، صحتك اهم من اي حاجه. فكنا بنروح نقعدوا والله مع بعض، وكنا بنضحك ونهزر بين الدروس كان في فواصل كبيره ما شاء الله. كنت انا مثلا عندي الساعه 9 الصبح، عندي الساعه 12 درس مثلا مواد شرعيه، فاهمني. وبرضك عايز اشكر الشيخ احمد الفتيري او الاستاذ احمد الفتيري، استاذي ومعلمي وغالي عليا جدا. استاذ احمد الفتيري في التمليك عندنا، معاه من اولى ثانوي. كان اول سنه هيديها الاولى ثانوي كانت السنه بتاعتي. كانت سنه كويسه والله، من افضل واحسن واروع الاساتذه بتاعت المواد الشرعيه اللي شفتهم. هم كلهم كويسين طبعا، بس ان انا خدت مع استاذ احمد الفتيري كان شخصيه بيعاملك مش كطالب، بيعاملك كابن، خايف عليك، خايف على مصلحتك. كان كل حصه بيخش بيسمع القديم، كل حصه بيخش يسمع القديم وبيضرب، وكان بيضربني بس عشان اجيب احسن، وكان بيقول لي يا دكتور انت هتجيب احسن. والله وجينا برضو في شهر 3 وقعنا. طبعا احنا خلصنا منهج في شهر 1 وبقينا ان احنا نراجعه قبل رمضان. فجه في شهر 1 وقعت وقعه وحشه، واغلبيه الطلبه وقعوا معايا، فساب الحصه وقعد معانا وبقى يكلمنا كأب بيكلم ابنه، مش كمدرس بيكلم الطالب بتاعه، وقعد ينصحه يقول لهم في ايه. وكل واحد بقى بيقول له برقم، هو انت عايز، هو كان عارف انا نفسي اطلع دكتور، يقول لي مالك يا دكتور في ايه، عايز توصل لايه. والله كان بيقعد يكلمني كتير وكذا. واصحابي كان اصحابي يقول لي يا جدعان انتوا في ايديكم تعملوا. جاب لنا ناس بيحكوا تجاربهم في ثالثه ثانوي، والله عمري ما انساها. بنتي جت وقعدت وحصل لها ضغوطات يا جدعان، وقسما بالله انا ما شفتهاش، بس وصلت وكملت وجابت 98 ونص. انا لسه فاكر المجموع. اللي عايز توصل انت اللي هتوصل، مش عايز توصل والله لو عملوا لك ايه مش هتوصل. فانا احب طبعا اشكره جدا على مجهوده وعلى كل حاجه هو عملها معايا، وانا لا اجامل ولا اتجمل في الكلام بجد. هو شخصيه معروفه جدا، الناس كلها بتحترمه لان هو شخصيه محبوبه، وانا بحبه جدا بجد يعني. فانا بشكره عشان مش عايز اكتر عليكم والله الوقت. بس اكتر حاجه بتضيع وقت التليفون، اكتر حاجه بتضيع وقت اي طالب ثانوي التليفون. امنع عنك التليفون، تقدر تمنعه زي ما كان الدكتور معايا احمد ايمن كان بيقول لك ايه، انا مش شايل تليفون في ثالثه اصلا، مش شايل تليفون خالص، انا شايل تليفون زراير. طب الجروبات ومش عارف ايه، خلي على تليفون والدك او والدتك، اي تليفون في البيت، اعمل لك ايباد في البيت، اعمل لك لابتوب. طب انا معيش فلوس، تليفون ابوك. معكش نت، مفيش حاجه اسمها معيش نت، كلكم معاكم نت، كله بيعرف يتصرف. اكتر لحظه عدت عليك صعبه في الثانويه، وكانت في لحظتين. في لحظه منهم كانت في شهر 4، حسيت نفسي انا تايه، حسيت نفسي انا عايز اوصل بس مش عارف اوصل ازاي، مش عارف. انا حصل تراكمات من الفيزياء والكيمياء والاحياء، بقول لكم كنت بغير مدرسين كتير، فحسيت نفسي انا مش عارف اوصل ازاي. انا
خلاص انا كلها شهر وداخل الامتحانات، هعمل ايه؟ هل هجيب مجموع ولا مش هجيب؟ وكمان كان والدي ووالدتي دايما معايا واخواتي، وانا بالمناسبه انا اخر واحد اصلا، يعني انا اخر واحد في البيت، وعيال عمتي كلهم ما شاء الله الدكاتره، فهم كانوا حاطين امل في عبد الرحمن برضك، عايزين يشوفوا عبد الرحمن هيجيب ايه، وكانوا حاطين امل فيهم، كانوا بيتكلموا قدامي كلام كان بيهزروا جا، بس كان من جواهم في امل. اصل ابوك وامك هيتمنوا لك الخير دايما دايما، حتى هم اللي مساعديني في البودكاست ده عشان اقدر اوصل لكم المعلومات دي كلها، فاهمني؟ فحصلت والله المشكله ساعتها، وقعدت وغبت حوالي 3 4 ايام، تراكم عليا اكتر، وقلت لهم مش رايح خالص، انا عايز اجل السنه ومش هاجي. طب يا ابني بالراحه، طب يهدي. كلمت ناس كتير، وفي الاخر ربنا هداني، وبقيت انا استخير ربنا في كل حاجه، وان انا ابدا من اول وجديد وعافر. وكان معايا حد كده بدون ذكر اسمه، كان دايما جنبي، والله كان دايما جنبي، كان شاطر جدا 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 جدا. بس بتعرفش حصل لنا احنا الاتنين، هو اكيد ربنا اللي كاتبه هو اللي هيكون، مهما عملت ربنا كاتبه هو اللي هيكون. ولو كاتب ان انت هتخش طب، اصل يا ابني كليه الطب دي ولا الهندسه تيجي ايه عند ربنا؟ يعني ما ممكن يحقق لك حلمك، تيجي ايه عند ربنا؟ بس انت تعبت هتلاقي، ما تعبتش مش هتلاقي، ما هي معروفه، هي معروفه. فهم الشخص ده كان ماشي جنبي، وكنا بنذاكر وبنراجعه، بس برضو كان خطأ من الاخطاء اللي انت تبقى متابع ليه، ان انا كنت بضيع وقتي وهو كان بيضيع وقته. هو كان خايف على زعلي عشان ما يضيعش وقته ويخش يقول لعبد الرحمن ذاكر، عبد الرحمن عملنا جدول النهارده، كنا بنشد بعض بجد، انا عملنا جدول النهارده، اقول له حاضر، انا نمشي عليه يومين ما نمشيش عليه، اخش له انا اقول له انا عملت جدول النهارده جديد وان شاء الله هنبدا من جديد كنا بنقعدوا كده. فبالتالي احنا ما كناش يعني كناش في الفايقين قوي اللي احنا كده بنضيع وقت بعض ازاي. فوقعت، هو كذلك وقع شويه، بس هو عشان شاطر كمل ووصل، ودلوقتي ما شاء الله حاجه عاليه جدا، مش هذكر حتى فيه عشان ما حدش يعرفه لكن هو ما شاء الله، بس عشان شاطر اتحط في كليه ما كانتش كليته، وما كانتش هدفه، وما كانش نجاحه، بس وصل وحصل، وسافر وراح وجه بسبب كليته، بسبب اللي هو نجح. والله انتوا ممكن ما تصدقوش، بس والله ده حصل. اما انا برضو اتحطيت في كليه مش كليتي والحمد لله اديني بقول لك البودكاست اهو واديك سامع بقى. انا مش هكمل بجد عشان لو كلمت في كلام كتير هقوله فخلينا ساكتين. احكي لنا سر صغير عملته في الثانويه. كنت بحكي طبعا، كنت بقول للضيوف كلها، انا اسراري بصراحه ما عنديش اسرار، كانش ما عندي الا سر واحد ووالدتي اللي كانت عارفاه، وما عنديش اسرار تاني بصراحه يعني. لو رجع بيك الزمن هتعمل ايه؟ لو رجع بيا الزمن مش هعيد اللي انا عملته تاني جدا بجد، والله انا مش هعيد اللي انا عملته تاني. لان انا فهمت يعني ايه ثالثه ثانوي، وفهمت يعني ايه مسؤوليه ثالثه ثانوي، وسهوله ثالثه ثانوي. سهوله ثالثه ثانوي سهله جدا جدا لو ذاكرت. انا كنت ازهر كان عليا مواد كتير، عليا مواد العلميه سواء علم علوم او علم رياضه، كان معايا الاثنين، كان معايا المواد الشرعيه، كان معايا كل حاجه في ثالثه ثانوي. فانت لو سعيت وذاكرت واجتهدت هتبقى سهله. طب لو عملتش كده تبقى صعب. ما انت ما تجيش معلش تقول لي اصل انا ما كنتش بذاكر في لغايه شهر 12 كنت مراكم وبدات من شهر واحد. والله لو بدات من شهر واحد هتكمل وهتجيب مجموع، والله لا تجيب مجموع. طب انا احنا في شهر 4 دول، احنا في اخر 4 داخلين على 5، وطبعا وراكم كلكم امتحانات في شهر 6 سواء عام او ازهر. الناس كتير كلموني بيقولوا يا دكتور والله انا مش بنات ولا الشباب مش عارفين نعمل ايه، احنا مراكمين كتير فاحنا مش عارفين نعمل ايه. قلت لهم هتوصلوا، والله هتوصلوا، مهما حصل متراكم كتير هتوصل. لان الشيطان بيخش لك من النقطه دي، بيقول لك انت مراكم فانت بالتالي مش هتجيب مجموع، خلاص بقى انت كده مش هتجيب مجموع، فانت تتعب نفسك ليه؟ ما تجيبش، خش نام، خش ريح ساعتين افضل. فكان بيخش ويريح. لكن والله لو عايز توصل يا اخي مش عشانك، عشان خاطر ابوك وامك، مش عشانك انت. يعني حقق لهم حاجه هم نفسهم فيها، عملوا لك كل حاجه، وفروا لك، ما بيخلولكش حتى تنزل تشتغل زي ما معظم الناس اشتغلت. والله وفي ناس صحاب اشتغلوا في ثالثه ثانوي وتعبوا، ما كانش يبقى فاضل غير ساعتين يذاكروا فيها، كانوا بيروحوا للدروس من الشغل ومن الشغل للدروس، ما كانش بيناموا وبقوا دكاتره. والله بقوا دكاتره. ليه؟ عشان عايزين يوصلوا، مش عشانهم، عشان اهاليهم. مع ان اهاليهم ممكن كانوا مساعدوا بسيط، بس برضك اهلهم صرفوا كتير، فهم كانوا عايزين يفرحهم بجد. فلو رجع بيا الزمن انا مش هعمل اللي انا عملته ده تاني خالص. هبدا من اول سنه، مش هقول لك جد، هبقى فريش وعسل وبسيط وكل حاجه تمام، بس
هبدا خلي بالي من مذاكرتي، اروح من درسي اذاكر، مش وبالذات الرياضه والفيزياء والاحياء المواد التقيله العلميه التقيله لازم وانت مروح تذاكر الرياضه والفيزياء بصراحه، اكتر اتنين لازم تطبق عليهم. وانت لو ما طبقتش على حصه الرياضه، كان استاذ محمد العظيم بيقولها لنا، خدت حصتك النهارده تروح تطبق، طب لو ما طبقتش خلاص نسيتها. ليه؟ انا كان عندي اثنين وخميس، كنت بروح يوم الاثنين برجع اطبق، الخميس كذلك احضر حصته وارجع اطبق عليها. فكان اهم حاجه ان انت تطبق ورا مذاكره، وذاكر والله يا ابني. في اسئله تانية ايه قلتها له؟ تدي نصيحه لطلاب الثانويه. بص والله يا ابني، انت خلاص عدت، والله عدت ثالثه ثانوي بحلوها بمرها عدت، ما بقالكش غير حوالي كام يوم، 30 يوم بالظبط، 30 يوم. ومش هقول لك بتحدد مستقبلك واخوفك، لا مش هخوفك، يبقى لك 30 يوم وتفرح، يبقى لك 30 يوم والبيت بتاعكم يملى زغاريط وفرح واهلك يفرحوا، وده اصل ابني بقى وصل لكذا، واصل ابني وصل لكذا. طب ده رياء؟ لا مش رياء يا حبيبي، ده فرحه مش رياء، بس انت اوصل والله. فانت مهما كنت مراكم، ومهما كنت عليك ضغوطات، ومهما كنت عليك دروس، ومهما كنت زعلان مخنوق طفشان، مثلا امك لا حصل لها واتطوقت في السنه دي ذاكر. هتقولش اصل في حاجات عائليه حصلت، ودي انا بقول لك لا قدر الله يعني بعد الشر، ربنا يعمر البيوت كلها، لو حصل فيه طلاق، حصل فيه اي حاجه، حصل فيه ميته، حد مات عندك غالي، خلاص كمل. انا اعرف شخص والله كان حد مات عنده غالي جدا وكمل والله وصل، بس بدأ يستوعب بعد كده في الكلية ان برضو الفراق وحش، الفراق وحش بجد. فبدأ يستوعب برضو ان هو فراق، وبيبدأ يعيط بس هو كمل وداس على نفسه وداس على قلبه ووصل لحاجة كلنا بنحلم بيها بجد. فانا حبيت ان اطلع اكلمكم، وحبيت ان انا اوصل لكم النقطة دي، وان انت مهما كنت مراقب، ده مش تحفيز على فكرة، عشان بس ناس قالت لي برضو قبل كده انت بتعمل تحفيز وبس، ده مش تحفيز، انا بقول لك على الحل. طب انا مراكم دلوقتي، انا جالي رساله قبل ما اصور، هو مراكم فيزياء واحياء ما بداش فيهم. طب لو بدات فيهم هنجز، فانا في شهر 5 هتنجز. يا اخي انجز النص، انجز التلتين، حتى انجز اللي تنجزه، حل، ذاكر من هنا وخش حل على طول، ذاكر وحل، اصل انت خلاص مفيش لعب، انت بقالك 30 يوم، 30 يوم لو ظبطتهم بالجدول وبالوقت وبكل حاجه هتوصل والله. لا تجيب فوق 90، خد كلام ثقه، لو ما جبتش فوق 90 اعمل اللي انت عايز تعمله. عندك المواد الشرعيه والقران 60%، انت ضامن 60% سهلين، مش سهلين وما تافهين، لا مفيش حاجه اسمها تافهه، بس انت عشان ذاكرت المواد الشرعيه سهله، سواء بقى التوحيد، الحديث، الحاجات دي كلها والله سهله. الفقه تقيل شويه، انا عارف، والمواريث طبعا سهله، انا مقفلها. فبالنسبه للحاجات دي كلها سهل، حاول لمها. طب العربي عندنا بلاغه، وعندنا ايه تاني في العربي؟ العربي متفرع حاجات كتير جدا بس سهل، لو مشيت واحده واحده بدات تذاكر سهل. طب انا نرجع لنقطه تانية، احياء وفيزياء مراكمين علي، اعمل ايه؟ هبدا الم، هبقى اعمل جدول والم، مفيش وقت. انت لو عايز توصل هتوصل، عايز تلم هتلم، من الاخر والله. انا جاي العيب فيك انت، العيب مش في حد. فانت وانت بتسمع الفيديو ده فوق لنفسك وقوم ذاكر، سيب التليفون، ما تعمليش يا عم سبسكرايب، ما تعمليش متابعه، اسمع الكلمتين نصيحه ليك، مش عايز منك حاجه، اصل انا خلاص وصلت لمكاني، انا مش عايز حاجه، بس انا جاي انصحك انت، يعني انا جاي انصحك انت، فانت اللي تستفاد مني. تعمل ايه؟ ما تعملش لايك، سيب التليفون وقوم ذاكر، قوم شوف اللي وراك، خلاص كلها 30 يوم وهتفرح والله، كلها 30 يوم وخلاص. بقى اول الثانويه، ما فيش حاجه اسمها بقى الثانويه اصلا. هم في ناس كل يخش يقول لك يا عم ثالثه ثانوي ازهر ايه ده صعبه، وبالنسبه للناس كتير قالوا الثانويه الازهريه صعبه، الثانويه الازهريه مش صعبه والله. انت تاخد القران كله، ايه يعني بتاخد القران كله؟ ايه يعني؟ القران سهل جدا، خليك مواظب كل يوم واعمل ورد لنفسك معين وكمل. مش عايز اطول عليكم بس والله، بس نصيحة لاولياء الامور بقى، دي حتتي. بالنسبه لاولياء الامور، بلاش شد على عيالكم، بلاش، والطاقه السلبيه دي منعوها. انا عارف ان انتوا قصدكم ان ابنك يبقى متفوق وان احسن واحد في الدنيا، كل واحد عايز ابنه كده احسن واحد في الدنيا، بس الشده بالراحه. انا عارف ان العقليات تختلف من شخص لشخص، انا عارف، وكلهم لهم الاحترام وعلى دماغي والله، بس بلاش تشد على ابنك، كلمه بالراحه، اقعد معاه، قول له عايز توصل لايه؟ عايز سفر؟ واذا اغلبيه الناس كلها عايزه تسافر،
طب انت لما تسافر هتستفاد ايه؟ يا عم خده على قد عقله، خد ابنك كده هو اقعد معاه على قد عقله. لما تسافر هتستفاد ايه؟ طب انت لو معكش شهاده وسافرت واتغربت وطلع عينك بره، تمام، والدنيا باظت حواليك وجاي ترجع، هتروح تشتغل ايه بقى؟ اصل احنا في الزمن ده شهاده وشغل، معكش الاتنين والله ما هتعيش يا ابني. انا بقول لك والله ما هتعيش، مش هتعرف. هتشتغل فين؟ تروح بقى تشتغل شيل مع لهم الاحترام كل الشغلانات. بس انا بقول لك حاجه كويسه، حاجه تخليك قاعد على مكتب كده وشغال شغلانه كويسه. الشغلانات كلها كويسه، بس انا بكلمك على نقط شغلانات معينه. بجد انا مش بغلط في الشغلانه اللي شغال كذا لا طبعا كلهم بيشتغلوا، كلهم ناس محترمه جدا، وكل واحد ربنا حطه في مكانه. معلش ما هو السوبر ماركت بيكملني، الصيدلي بيكملني، الراجل معلش اللي بيجي في الشارع ويكلمك سواء كانت الزباله او كانت حاجه، ما هو بيكملك انت، ما انت لو سابها هتعفن عندك. فكلنا بنكمل بعض. ما هو كله، ما لو كله بقى دكاتره وكله مهندسين وكله يعني مش هينفع. فلازم كل واحد بيكمل التاني. عشان كده ربنا خلانا طبقات، ما خلقش ده غني والناس كلها اغنياء او الناس كلها فقراء، لا خلانا طبقات. فبنصح والله اولياء الامور بلاش تشد على ابنك، بالراحه معاه، خد على قد عقله، بلاش النرفزه، بلاش العصبيه، بلاش مد الايد، ما تعملش ده كله، بالراحه واهدى والله. وابنك ساعتها اقول لك خلاص يا بابا انا هخش ثالثه ثانوي، خده. عايز تسافر يا حبيبي هسفرك، بس هتعمل لما تسافر هتوصل لحاجه انت متاكد، شيل مسؤوليه نفسك. بس انا خلاص انا عملت اللي عليا، انا ما عنديش مشكله هصرف عليك من جنيه لمليون في ثالثه ثانوي، بس كمل والله كمل وبقى كويس مفيش مشكله. والله برضو سامع كلام مسافر مفيش مشكله، سيبه، بس هو اللي هيلبس في الاخر. يا عم ازاي هسيبه؟ ده ابني يا عم، سيبه. ما انت ممكن لما تسيبه هو اصلا يقول لك والله ما انا مسافر، انا قاعد مسافر اعمل ايه؟ انا هجيب احسن منها شهاده. فثالثه ثانوي يا جدعان سهله بجد. وحصلت لي برضك حاله وفاه، كانت جدتي، كانت قبل الامتحانات ما تنتهي باسبوع جدتي توفت، والبيت كله اتقلب والدنيا كلها اتقلبت. كانت توفت تقريبا يوم 23/7 بعد الامتحانات على طول، يعني بعد ما خلصت امتحانات بحوالي يوم او يومين مش متذكر بالظبط جدتي توفت. فبرضك مهما حصل والله ضغوطات، ومهما حصل حاجات، لو عايز توصل هتوصل. ما تعلقش الشماعه على الظروف، ولا تعلق الشماعه اصل انا شغال، اصل انا بصرف على نفسي، اصل انا لا والله لا توصل. وكنت بعمل جدول امتحان، جدول كده جدول كتير. بص هوريك حاجه، شوف دي، انا كنت كاتب 99%، وكنت حاطط امل ان انا هوصل 99.9 اللي ممكن واحد كل سنه بيطلع بيجيب 99.9. شفت كنت كاتب ايه؟ والله يا ابني حط لنفسك امل. اوريك حاجه برضو، جداول ليا كنت بعمل كده، ايات قرانيه، تمام، كنت بكتب جدول المراجعه ماشي، مراجعاتي كلها والله. كنت بقعد انا نضيف جدا، فبقعد انا عندي وسواس، لو في كلمه كتبتها بحرف مش عاجبني انا ممكن اقطع الصفحه. وحوار الملخصات، بالنسبه للملخصات انا قعدت في ثالثه ثانوي يوم الامتحان بلخص، ما تقوليش ازاي. على يوم الامتحان انا كنت بذاكر ملخص، ما كنتش بذاكر ملخص، كان وقت بيضيع، واجي خلاص الامتحان بقى عليه حوالي 3-4 ساعات، اصلي الفجر وراجع شويه واروح الامتحان. طب انت كنت بتلخص؟ انا كنت بلخص، بحاول ان انا اكتب الاجابه بايدي او الاسئله بالاجابه، بحاول ان انا الم الصرف ده كنت لامه في 10 صفحه، الاحياء كنت لاممها في 10 صفحه، الاحياء كلها بالمناعه بالدي ان ايه بكل ده كان في 10 صفحه. والله لو عايز تعمل حاجه هتعمل. انا كنت بعمل، بس مشكلتي ما لقيتش حد يكلمني كتير، يعني مش عارف اقول لك ايه، مالناش علاقه بالاهل، الاهل يكلموك كتير، بس الصحاب، او بصراحه الصحاب بجد لهم عامل مهم جدا في الحوار ده. فانت خلي بالك. بص انا كنت كاتب ايه؟ السبت يوم 25/5 ده 2024، تمام، كنت بعلم، انا خلصت السبت اعلم عليه، خلصت الحد اعلم عليه كده. اوريك بقى جدول الايه الامتحانات السنه. بص الفيزياء كنت عاملها ازاي، بص الفيزياء انا عايز اوريك والله، انا لغايه النهارده محتفظ بيها. الفيزياء بس من الساعه 6 للساعه 9 هتبقى كيمياء، ومن الساعه 10 للساعه 5 هتبقى فيزياء، من الساعه 7 للساعه 12 هتبقى الفصل الثاني. كنت ماشيها كده، كيمياء وفيزياء حديثه. حتى بص كانش في وقت، استاتيكا والديناميكا اهو، تفاضل وتكامل، تمام، وادي الديناميكا تحت عشان اختم المنهج واخلصه.
فملخص الحوار، انا مش هطول عليك اكتر من كده، وان ليس الانسان الا ما سعى. طالما سعيت هتوصل، سيبها على ربنا. الى اللقاء، وان شاء الله ربنا يوفقكم كلكم ونشوفكم في احسن حال ان شاء الله.